المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. من تلفزيون دولة إريتريا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة. أصحابكم فيها قاسم أحمد، والبدء بأهم ما جاء فيها. بناء سدين في حلحل، ورشة عمل لتطوير التعليم في سلعة، سكان دينانلو يطلبون الدعم لتربية النحل، القتلى في ازدياد والاحتجاجات تضرب مدنا جديدا بالعراق، 10 قتلى على الأقل في هجوم على حافلة في شرق أفغانستان، و28 منظمة صينية على لائحة أمريكا السوداء. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تجري أعمال بناء سدين في منطقتي ميا والد وعد حزبة بمدينة حلحل بتكلفة 6 ملايين نافة. وأوضح سكان ميا والد أن السد سيسهم لتنمية المياه الجوفية والتنمية الزراعية. وقال المشرف على العمل المهندس إرمياس أسقدوم أن أعمال الإنشاءات في سد ميا والد بدأت بداية شهر فبراير، وسيحجز 145 ألف متر مكعب مياه وتنمية الأراضي الزراعية حوله، ويتوقع الانتهاء من التشييد شهر نوفمبر القادم. كما تجري أعمال البناء في سد عد حزبة الذي يماثل حجمه سد ميا والد، ويتوقع الانتهاء منه منتصف هذا الشهر. عقدت في 6 من أكتوبر ورشة عمل لتطوير التعليم في مديرية سلعة بإقليم القشبركة. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ إبراهيم أكد في الورشة التي شارك فيها المعلمون ومدراء الضواحي ولجان الآباء والمؤسسات الحكومية، أوضح أن المشاركة في التعليم تحقق الزيادة لكنها ليست بالمستوى المأمول، وأن عدم تجمع القرى والبعد عن المدارس من الأسباب الرئيسية. ودعا مدير مديرية سلعة السيد وائل محمد علي تعزيز العمل المشترك لرفع المشاركة في التعليم، مؤكدا تعاون إدارته في هذا الصدد. من جهة أخرى أفاد مسؤول الصحة في المديرية انخفاض ظاهرة الأمراض نتيجة إصحاح البيئة. قال مسؤول التعليم في إقليم القشبركة الأستاذ محمد علي إبراهيم إن مبلغ حوالي 7 ملايين نافة قدمه السكان لدعم المعلمين والمدارس كان له دور كبير لتقوية العملية التعليمية. ودعا في السمينار الذي عقد في 5 من أكتوبر بحضور المعلمين والشركاء حول دور المعلم لرفع كفاءة التعليم. دعا المعلمين للعمل القوي لتحسين الخدمات التعليمية ونتائج الطلاب، إدراكا المسؤولية الملقاة عليهم لبناء الأجيال. وأوضح رئيس جمعية المعلمين في إقليم القشبركة الأستاذ يوسف كيداني أن كفاءة التعليم نتاج جهود المجتمع والطلاب والمعلمين والمؤسسات الحكومية، لكن المعلم له الدور الأساسي لترسيخ قيم المجتمع وتطوير الكفاءة التعليمية. طالب سكان ديلانلو بمدينة فورو دعم وزارة الزراعة للانتقال من الوسائل التقليدية إلى الحديثة لتربية النحل. وأوضح السكان ملائمة منطقتهم لتربية النحل، لكن الوسائل التقليدية تحد من الإنتاج ويحتاجون إلى المناحل والإرشاد. وأكد السكان على استعدادهم للعمل لإقامة محمية لأهميتها في الاستفادة من الثروة الغابية وتربية النحل. وقال مدير مديرية فروع السيد عثمان عرفة أن مربو النحل لم يتمكنوا من الانتقال إلى وسائل التربية الحديثة للنحل بسبب البعد وسوء الطريق وتحديات أخرى، معربا عن أمله لحل الإشكالية سريعا. هذا وتقع 7 من 15 ضاحية في مديرية فروع في الجبال. قدم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية مصوع دعما بالأدوات الدراسية ل 160 طالب. وأفادت مسؤولة المكتب السيدة حليمة إيشك أن الدعم مواصلة للدعم السنوي المقدم للطلاب المحتاجين. وقالت أن الدعم والمتابعة يسهمان لرفع نتائج الطلاب، داعية أولياء الأمور متابعة الأبناء باهتمام.
نظم الاتحاد الوطني للمرأة فرع إقليم جنوب البحر الأحمر دورة تدريبية ل20 من عضواته ل3 أشهر في الأشغال اليدوية. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة سعدية إبراهيم أن الاتحاد يعمل باستمرار لجعل المرأة منتجة والاعتماد على الذات اقتصاديا، وأن الدورة التدريبية المقدمة بتقديم راتب مالي شهري يأتي في هذا الإطار. وقالت أن المهن تتطور بالعمل المستمر، وعلى المشاركات في الدورة التدريبية اتخاذها وسيلة انطلاق للعمل. وقدمت المشاركات عرضا لمنتجات القدرات المكتسبة. مشاهدينا الأكارم، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاضل فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات المستمرة في العراق منذ أسبوع إلى 110 قتلى في وقت امتدت المظاهرات إلى مدن جديدة وسط مطالبات من مسؤولين عراقيين بإجراء التحقيق في الأحداث. وبدأ المحتجون في التجمع في مدينة الصدر في العاصمة بغداد بعدما امتدت الاشتباكات مع قوات الأمن إلى هذه الأحياء الفقيرة في المدينة لأول مرة منذ بدء الاحتجاجات الثلاثاء الماضي. ويشكل امتداد العنف إلى مدينة الصدر تحديا أمنيا جديدا للسلطات التي تتعامل مع أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ دحر تنظيم داعش قبل نحو عامين. وسحب الجيش قواته وسلم مهمة متابعة الوضع الأمني في المدينة للشرطة الاتحادية، في دلالة على أن السلطات تريد تجنب الاشتباك مع مؤيدي رجل الدين المعارض مقتدى الصدر الذي طالب الحكومة العراقية بالاستقالة. قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 27 آخرون بانفجار قنبلة في حافلة تقل مجندين في الجيش في جلال أباد في شرق أفغانستان، حسب ما أفاد مسؤول وكالة فرانس بريس. وقال الناطق باسم حاكم ولاية ننجهار عطاء الله خوجياني إن القنبلة وضعت على دراجة بخارية وتم تفجيرها حين مرت الحافلة. وأكد معطل 10 أشخاص بينهم طفل وأصيب 27 في هذا الحادث، ولم يتبين على الفور عدد المجندين الجرحى أو ما إذا كان تم احتسابهم كمدنيين. وأكد نصرة رحيم المتحدث باسم وزارة الداخلية حصيلة القتلى، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الاعتداء الدامي، لكن جلال أباد تشهد باستمرار اعتداءات ترتكبها حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية. وفي خبر متصل، أفرج عن عدد من كبار أعضاء حركة طالبان أفغانستان في مقابل إطلاق سراح 3 مهندسين هنود كانوا مختطفين حسب ما ذكرت مصادر في الحركة المسلحة. وكان من بين أعضاء طالبان المفرج عنهم والبالغ عددهم 11 شخصا عضو في جماعة حقان المتشددة. جاءت هذه الأنباء بعد تقارير تفيد بأن طالبان التقط المبعوث الأمريكي للسلام زلماي خليل زاده للمرة الأولى منذ انهيار المحادثات. أدرجت الولايات المتحدة 28 منظمة حكومية وتجارية صينية على اللائحة السوداء، متهمة إياها بالتورط في حملة قمع تشنها السلطات خصوصا ضد أقلية الأويغور، حسب ما أعلنت وزارة التجارة الأمريكية. وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس في بيان إن الحكومة الأمريكية ووزارة التجارة ليس بمقدورهما التسامح، ولن تتسامحا مع القمع الوحشي ضد الأقليات العرقية في أنحاء الصين. وأشارت الحكومة الأمريكية إلى أن 8 من هذه المنظمات هي كيانات تجارية، فيما الأخرى مجموعات حكومية، بينها مكتب الأمن العام في منطقة شينجيانغ، حيث يقال إنه تم احتجاز أكثر من 1,000,000 شخص من عرقية الأويغور في معسكرات اعتقال. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي تبنى الشهر الماضي مشروع قانون لزيادة الضغط على الصين مع التهديد بفرض عقوبات بهدف وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان. ويأتي القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة قبل أيام من استئناف المفاوضات بين بكين وواشنطن بهدف التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب التجارية بينهما. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يفضل اتفاقية تجارية شاملة مع بكين بدلا من معاهدة جزئية لمحاولة الخروج من المأزق الذي
خلفته حرب التعريفات الجمركية بين البلدين. الخبر الأخير في هذه النشرة: قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي بعد أن أعلنت أنقرة أنها ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل قبرص، إن أنشطة التنقيب التركية ستلحق الضرر بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. وقال توسك على تويتر أن أنشطة التنقيب غير المشروع المستمر التي تنفذها تركيا ليس من شأنها سوى تقويض علاقات الجوار الطيبة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يقف متحدا وراء قبرص. وكان وزير الطاقة التركي فاتح دونميز قد قال سابقا أن سفينة الحفر التركية ياوز ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز جنوب غرب قبرص في خطوة صعدت التوتر مع أنقرة التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. هكذا انتهت النشرة مشاهدينا الأكارم، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.